السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، سنة تانية هنبدأ مع بعض حصص الأونلاين إن شاء الله. I'm gonna teach you English. My name is Miss وفاء. يلا بينا. Let's start Unit 1. Unit 1 Egypt Africa Cooperation، التعاون ما بين مصر وما بين أفريقيا في many fields، في العديد من المجالات. أوكي، نقرأ مع بعض الفوكابلري. Organizational, products, natural resources, economic growth, initiatives, establish, advanced, vaccines, combine, reflect, unity, integration يعني تكامل، stable مستقر، process, volume impressive رائع أو مؤثر، crops محاصيل، effort مجهود، priority أولوية، trade barrier حواجز تجارية، collaboration هو التعاون. gateway بوابة، infrastructure البنية التحتية، معمل طرق وعمل كباري وعمل أماكن بنية تحتية للدولة. تمام. partnership شراكة، manufactured مصنعة حاجة تم تصنيعها، mutual متبادل حاجة متبادلة، arrangements ترتيبات، parties أحساب. كلمة party يعني حفلة، جمعها parties لأن الواي بتقلب لآي إي إس. تمام. ولكن هنا أنا I mean حزب. party يعني حزب، غير حاجة سياسية الأحزاب، غير party اللي هي حفلة. يعني هي ليها معنيين. طيب. cooperate يتعاون، advance يقدم، scale back يقلص أو يقلل، interests اهتمامات أو منفعة، experienced ذو خبرة عنده خبرة، point يعني نقطة، access مدخل، entry مدخل، basic اللي هي أساسي or basic حبيبة بتقول كده، structure. تمام. عندي facilities مرافق، الفاسيلتيز اللي الدولة بتقدمها، فأنا عندي مستشفيات ومعامل وكليات ومدارس، دول اسمهم facilities. باور سبلايز امدادات الطاقة، اوبريشن عملية التشغيل، سوسايتي مجتمع، في اوبريشن عملية جراحية كمان. انتربرايز مؤسسة، انتربرايز يعني مؤسسة. اوكي، بعد ما بنحفظ الكلمات يا ولاد بسجلهم بصوتي، اقول مثلا اوبريشن عملية تشغيل، انتربرايز مؤسسة، ميوتل تبادلي، كده بسجل واسمع وانا رايح وانا جاي الفويس ده بحيث ان انا احفظ الكلمات. طيب، عندي كلمة وعكسها، سينونيم المرادف بتاعها وانتونيم المضاد. عندي بعد كده consist of يتكون من، يجي وراها اسم الشيء الأساسي الرئيسي. فأنا لو بقول this room consists of بتتكون من حيطان، يبقى consist of بيجي وراها الشيء الأصلي المكون للشيء اللي لو هو اختفى الشيء نفسه الكبير يختفي. فالأوضة دي بتتكون من كراسي، لا مش من كراسي، ما أنا ممكن أطلع كراسي بره والأوضة موجودة زي ما هي ولا راحت ولا حاجة. الأوضة دي بتتكون من حيطان. It consists of walls. So when I remove the walls لو شلت الحيطان the room will vanish disappear هتختفي. طيب. بعد كده عندي contain يحتوي على حاجة جوه حاجة بشكل مادي. الإزازة، فرضا إن دي إزازة، الإزازة دي contains water contains juice فيها كافي. الكوباية دي it contains coffee. أنا ممكن أفصلهم عن بعض، أكب القهوة كده وأجيب الكوباية كده. الطبق it contains soup في شوربة، أفصلهم عن بعض. طيب this list هذه القائمة includes my name بتشمل اسمي. هات القائمة وشيل اسمك منها كبه، ما ينفعش. يشمل، لا يبقى يشمل المعنوي وكونتين للمادي. طب شنطتي دي فيها فلوس، my bag contains money. بدليل جدا سهل جدا ان انا ممكن اشيل فلوس من الشنطه افصلهم عن بعض يبقى كونتين. بعد كده include يرفق او يحيط بيه. involve يشمل او يتضمن، شبه كلمه include. طيب these changes will involve everyone on the staff. التغيرات دي هتشمل كل واحد في الاستاف. تمام. ممكن اقول he is involved in such a crime، هو مشترك في الجريمه وابني للمجهول. he is involved. لما انتوا بتعملوا رحله فانا اقول I am involved يعني انا مشتركه معاكم. نيجي بعد كده experience يعني خبره وهي لا تعد. I have experience in teaching. He has experience in medicine. He has experience in accounting في المحاسبه، عنده خبره فيه لا تعد، فنقول much experience.
experiences تعد، دي معناها مواقف في الحياة عشت لوحدي فبقيت بعرف اكل، بعرف اجيب اكل، وبعرف اشتغل، بعرف اجيب فلوس، بعرف اكون علاقات مع الجيران. I have many experiences. experiment تجربة بتتم في المعمل. work لا تعد. I have much work، عندي شغل كتير. I have much work، فأنا عندي شغل كتير، فهي كلمة لا تعد. طيب job تعد. I have many jobs. This factory offers، هذا المصنع بيعرض many jobs، وظائف كتير. job opportunities، فرص عمل. لكن work لا تعد. طب ليه بقول عادل إمام has many works؟ عادل إمام عنده أعمال فنية كتيرة. فنية. طه حسين has many works، الأعمال الفنية، رسومات، أفلام، مسلسلات، لوحات، كتب، قصائد، كل ده works تعد لأنها مش معناها شغل، معناها أعمال فنية. كارير، حياتي المهنية كلها. profession، مهنة بتحتاج لخبرة، بتحتاج مش أي حد يشتغلها. أنا ممكن أخد كورس مثلا سنة وأبقى دكتورة؟ لا، لأن دي profession. طيب يبقى مهنة تحتاج مؤهل زي engineering، medicine، وهكذا. habit عادة شخصية، وcustom عادة المجتمع كله بيعملها. ف this is my own habit when I get up I drink milk، لما بقول انه بشرب لبن دي habit. طيب we dressed in black، احنا بنلبس اسود when in funeral، في الجنازات. ده انا، دي حاجة personal انا اللي بعملها، ولا المجتمع كله؟ المجتمع كله، يبقى ده custom. يبقى العادة الفردية اسمها habit، والعامة اسمها custom. بعد كده destination، المكان اللي انت رايحه. location، المكان اللي انت فيه. فأنا دلوقتي مثلا في الاستوديو، يبقى دلوقتي this is my location. و I'm going to go to my house، يبقى this is my destination. الأوبر بيقول لك what's your location، انت فين؟ what's your destination، رايح فين، عشان هو يوديك ويحسب لك المسافة. never give up، ما تستسلمش، احنا لسه في الأول. طيب position، كمان وضع، اللي انت، انا قاعد، انا واقفه، انا مطيه، يبقى this is my position. برضو position ليها معنى تاني، مكانه مرموقه، يعني he is the manager فهو له position، مكانه معينه. الديفينيشن مهمه جدا. ايه اللي مطلوب منك من definition؟ تداري ده، تقرا ده، تعرف تجيب الكلمه دي. فبقول a point of entry، مكان، نقطه الدخول، تبقى gateway. البيسك physical and organizational structure تبقى infrastructure. هنحفظ التعريفات. بعد كده هنيجي نقرا النص. بصوا سنة تانية، عشان الشكاوي جات لي كتير قوي من يونت 1. يونت 1 ان شاء الله باذن الله هو اصعب يونت يعتبر، اللي جاي سهل. تمام. الفكره في المناهج الجديده اللي اسمها انجلش دي، ان هو بيفوكس قوي على الكلمات، اللانجوج بمعنى اصح، والجرامر مش قوي، ما بقاش يدي كميه الجرامر الرهيبه دي. وصح كده، هي اللغه كده، المفروض ان انا يبقى معايا فوكابلري، فحدش يشتكي لي من الكلمات. قسم الكلمات، احفظهم، اعملهم فويس، سجلهم، اتصرف. نذاكر القطعه بتاعتنا لانها مهمه جدا. نقول Egypt occupies a unique position as Africa's northeastern gateway. مصر بتحتل مكانة فريدة، unique position، لأنها بوابة لأفريقيا، بوابة من الشمال الشرقي، northeastern. serving as a bridge among، بتعمل ككوبري بين African continent، القارة الأفريقية، the Middle East، الشرق الأوسط، يوروب وأوروبا. يبقى هي بتوصل الثلاث أماكن دول ببعض. This strategic location، هذا المكان والموقع الاستراتيجي، has shaped Egypt role، شكل دور مصر in Africa، in African cooperation for decades، التعاون الأفريقي لمدة عقود. يبقى المكان اللي مصر فيها، اللوكيشن، موقعها، خلى ليها أهمية كبيرة in the African continent، في القارة الأفريقية. Currently، حالياً، Egypt is strengthening its ties with sub-Saharan African countries. مصر بتقوي من علاقتها مع الدول اللي بتقع على الصحراء. countries through various initiatives، من خلال مبادرات كتيرة ومتعددة. The government is investing، مصر بتستثمر heavily، بشكل كبير جدا، in infrastructure projects، في المشروعات بتاعت البنية التحتية، زي ما انت شايف كده، كباري، وبنعمل السبواي، وبنعمل المونوريل بتاع اسكندرية، كل ده infrastructure، بنعمل بنية تحتية قوية. that connect Egypt with its southern، وده بيربط مصر بالsouthern، southern جنوبي، neighbors، بجيرانها الجنوبيين. لما تيجي تقول south
نجيب منها صفة تبقى southern ما تنطقش الأو. These projects include road networks. المشروعات دي بتشمل الطرق بتاع شبكة الطرق، telecommunication والاتصالات، energy partnership والشراكة في الطاقة، في مشاريع الطاقة that benefit the entire region اللي بتفيد المنطقة كلها. region يعني كليا، قصدي entire، وريجن يعني منطقة. تمام؟ طيب. Egypt regularly attends African Union summits. مصر بتحضر المؤتمرات والقمم الأفريقية regularly بانتظام. To promote economic cooperation عشان تعزز من التعاون الأفريقي والاقتصادي and the political stability والاستقرار السياسي across the continent في خلال القارة كلها. Egypt is also expanding its educational programs. مصر كمان بتتسع وبتتوسع في البرامج التعليمية بتاعتها. Offering scholarships بتعرض على الدول الأخرى المنح التعليمية. scholarship يجي لك منحة من دولة، فمصر بتقدم لدول تانية. To African students للطلبة الأفارقة who wanted to study at Egyptian universities اللي عايزين يجوا يدرسوا عندنا في الجامعة المصرية، مصر بتقدم لهم إيه؟ scholarship. أقولها كلمة سكول يعني منحة تعليمية. Trade relationships are flourishing. العلاقات التجارية كمان بتزدهر قوي as Egypt exports manufactured goods لأن مصر بدأت تصدر بضاعة مصنعة manufactured goods، مش بتصدر مواد خام، لا بتجيب يعني تعمل صناعات، تلفزيونات، حاجات، منتجات هي اللي صنعوها وبتصدرها. textiles and agriculture منتجات زراعية وأقمشة products to African markets للأسواق الأفريقية. in return وفي المقابل Egypt imports raw materials مصر بتستورد المواد الخام raw RAW and natural resources والمصادر الطبيعية from countries like the Sudan من دول شبه السودان أوغندا and كينيا. نستورد منهم مواد خام ونصنع ونصدر. This mutual exchange هذا التبادل is creating jobs بيخلق فرص عمل and boosting economic growth وبيدعم النمو الاقتصادي in all participating nations في كل الأمم المشاركة. Egypt has played a vital role. مصر بتلعب دور vital حيوي in strengthening health care across Africa لدعم الرعاية الصحية في أفريقيا. تمام؟ طيب. Africa through comprehensive medical initiatives من خلال المبادرات الطبية. These include sending specialized medical convoys وده بيتطلب مننا وبيشمل ان احنا نبعت حملات طبية. تمام؟ establishing modern clinics ونبني عيادات hospitals ومستشفيات and training African doctors وندرب الدكاترة الأفارقة and nurses والممرضات in advocated techniques على الأساليب المتطورة. Egypt also provide affordable. مصر برضو بتمدنا بالميديسن الأدوية الأفوردبل بتخليها متاحة بالنسبة لنا affordable تستطيع تكلفتها سد تكلفتها. مثلا القلم ده ب10 جنيه أنا أقدر أشتري معايا 10 جنيه يبقى اسمه affordable، أستطيع أن أسد تكلفته. تمام؟ طب وهو it's not affordable يبقى هو ب20 وأنا معيش ال20 جنيه فأقول لك it's not affordable، أنا ما أقدرش أسد تكلفته. and vaccines بتجيب لنا الفاكسين بتاعنا العقارات while supporting joint research to combat diseases بنعمل أبحاث عشان نقضي على الأمراض زي الملاريا hepatitis and COVID-19 وأمراض الكبد وكوفيد-19 اللي هو كورونا. by combining medical aid إن احنا بنجمع ما بين الأساليب الطبية وسائل الطبية with capacity building مع المباني كمان، يعني أجيب أدوية وأبني مباني، أجمع ما بين الاثنين combine. Egypt aims not only to treat patients مش بس كل هدف مصر إن هي تعالج المرضى but also ولكن أيضا
to empower local health system تقوي الجهاز الطبي بتاعنا النظام الطبي. These initiatives reflect Egypt's strategic vision of solidarity وده بيقوي رؤيتنا جدا لهذا الموضوع African Unity وللاتحاد الأفريقي. بيبقى مصر ليها فيجن رؤية استراتيجية للمستقبل and sustainable development وتنمية مستدامة. يكون عندنا نوع من أنواع التنمية اللي على طول شغالة ensuring healthier future نأكد ونعزز وندعم المستقبل الطبي for millions across the continent لملايين عبر القارة. ده يا شباب يا قمر واجب بتاعنا الفوكابلوري بتاع اللي فات على القطعة وده على المنهج كله يعني على الكلمات الفوكابلوري بتاعتنا. تمام. وبعد كده ناخد مع بعض الجراماتيكال بوينت ستراكشر بتاعتنا اللي هي زمن المضارع المستمر. اوكي يا ولاد الباست كونتينيوس نعمل كده وناخد مع بعض المضارع المستمر. ايه هو المضارع المستمر؟ ام وايز وار واي ان جي. زمن سهل جدا بدأ بيه يونت 1 في منتهى التفاهه. ام وايز وار واي ان جي. I am eating now. She is playing at the moment. They are cooking at present. am وايز وار وفيرب اي ان جي. I am writing some letters now. She is driving to work. هي سايقه رايحه الشغل دلوقتي حالا. We are helping each other. احنا بنساعد بعض. They are driving home. هم سايقين مروحين. حاجة بتحصل دلوقتي حالا. تمام. المضارع المستمر am وis وار واي ان جي. لو أنا بسأل بجيب am وis وار في الأول وبسأل Are you cooking? Is she playing? Are they coming? هم جايين. يستعمل المضارع المستمر ليصف حدث مستمر في الحدث الأول. فأنا بقول please don't make noise. من فضلك ما تعملش دوشة. ليه؟ I am studying. لان انا دلوقتي حالا بذاكر فانا بوصف حاجه بتحصل شغاله دلوقتي. يستعمل المضارع المستمر حدث مستمر ولكن ليس بالضروري اثناء الكلام. يعني مثلا I am reading a play by Shakespeare. انا اليومين دول بسجل في استوديو لسنه تانية. بقول الكلام ده لاصحابي تاني يوم في المدرسه. ده مش معناه ان انا واقفه في استوديو في الوقت ده بس انا قصدي الشهر ده انا عندي كده. انا اليومين دول بتفرج على مسلسل معين ف I am watching مثلا a series called مثلا The Sun مثلا. بتفرج على مسلسل اسمه الشمس حاليا اليومين دول بس ده مش معناه ان انا بتفرج عليه دلوقتي حالا. تمام. بس هو اليومين دول بس وهينتهي. المضارع المستمر حدث يحدث الان وسوف ينتهي لان هو مش فعل ستيتيف مش حاجه ساكنه. طيب اتحدث عن مواقف متغيره حاجه انا مخططه لها من انواع المستقبل مهمه جدا جدا بس هقولها كمان شويه. فانا بقول دلوقتي بسال حضرتك سؤال. ايه الفرق ما بين I am reading now و I am reading tomorrow. أيوة أستاذة الموضوع مهم جدا. المضارع التام المضارع المستمر present continuous حاجة شغالة دلوقتي أو بكرة لأن هو أحد أنواع الكلام عن المستقبل ما تنساش. فمثلا I am visiting my grandmother tomorrow. انا هزور جدتي بكره خلاص انا مخططه ومرتبه وخدت خطوه وبلغتها ان انا جايه. صح مش احنا كنا ممكن السنه اللي فاتت مش قلنا ان ويل في المستقبل وفي going to وفي المضارع المستمر بيستخدم للمستقبل. فانا بقول I am traveling now يبقى انا في الطياره انا مسافره دلوقتي. او I am traveling tomorrow انا هسافر بكره لسه شيء تم ايه اخذ خطوه لتنفيذه. طيب نيجي بعد كده المضارع المستمر بيستخدم مع الالفاظ دي مهمه جدا. now at the moment at present look listen اسمع كده she's crying دي بتعيط. look he's working بص ده بيشتغل. يبقى انا بوريك وبسمعك حاجه بتحصل. تمام. listen I am working بس انا بشتغل يبقى مضارع مستمر. لا يستخدم المضارع المستمر مع الافعال الاستيتيف. شايف مجموعه الافعال دي ما بتاخدش اي ان جي. ايه هم بقى افعال اي ان جي؟ الافعال اللي ما بياخدوش اي ان جي دول ركز معايا قوي. ايه هم؟ حط ايدك على دماغك. ايوه حطي ايدك على دماغك. افعال الادراك افعال الملكيه نزلي ايدك. افعال الحواس دخل ايدك على وشك. افعال العاطفه حط ايدك على قلبك. الاربع افعال دول ما بياخدوش اي ان جي. يبقى افعال realize
understand forget remember. الافعال اللي بتتم جوه دماغي اللي هي افعال الادراك ما بتاخدش اي ان جي. افعال الملكيه own possess have ما بتاخدش اي ان جي. I am having a car. I am loving you. يعني ايه I am loving you؟ انا بحبك. I love you. مش I am loving you. ليه؟ هو الحب هينتهي؟ اصل العمل الاي ان جي عمل مؤقت وسينتهي. باكل بشرب نايمه بشتغل كل ده هينتهي. فانا بحبك مش هينتهي. انا عندي عربيه، انا معايا موبايل. دي افعال ستيتيف ما بتتغيرش فما بتاخدش اي ان جي. افعال ادراك، افعال الملكيه، افعال الحواس it tastes it looks it seems it feels الحاجات اللي معناها يبدو ما بتاخدش اي ان جي. وافعال العاطفه I love I hate I like ما بتاخدش اي ان جي. بعد كده عندي المبني للمجهول في هذا الزمن سهل جدا. فانا بقول بحط كلمه being واحط تصريف ثالث. فبقول they are raising money they are raising money. هما بيلموا فلوس. they are raising money. يبقى money is being raised. حطيت being. طيب she's cleaning the rooms. هي بتنظف الأوض. يبقى the rooms are being cleaned. the rooms are being cleaned. أهو he is eating pizza. اوكي بيتزا is هتجيب لي الطريقة اللي ببني بيها للمجهول اللي هي كلمة being is being eaten. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لك now the project is doing. no now the project is being done. لأن البروجكت لا يملك أن يفعل. المشروع بيعمل ولا بيتعمل؟ بيتعمل. the house is being built. البيت بيتبنى. يبقى ده المضارع المستمر. sorry I can't come with you. why I am working. sorry I can't come with you I am working. معلش ما اقدرش معايا. ليه مش جايه معايا؟ I am working ما ينهاني عن فعل الشيء لازم يكون مستمر. كده تمام. يبقى دي الجزئيه البسيطه اللي احنا حابين نبدا بيها اليونت المضارع المستمر present continuous. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. لو عندكم اي استفسار ابعتوا لي سنه تانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.